بس ما ادري شلون جايتك بالعكس. أعرفكم على زميلي يوسف، أعرفكم على زميلي محمد مولى، يعني طبعا معروف بالجامعة ما يحتاج. طبعا أعرفكم على صديقي موسى، أطيب واحد بالجامعة. أعرفكم على صديقي مؤمل الخلوق الطيب. أعرفكم على صديقي منتظر يداوم يومين بالأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أعرفكم على صديقي هيثم، أول شخص تعرفت عليه بالجامعة. شلونك هيثم؟ حبيبي يوسف، الحمد لله الله يسلمك. طبعا احنا دائما نحب نوجه نصائح للطلاب اللي يعني مقبلين على قسم القانون. شنو نصيحتك بكونك طالب مرحلة ثانية بقسم القانون للطلاب اللي بالسنة الجاية ان شاء الله؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا قسم القانون قسم حلو، قسم يكمل من شخصيتك، يعني يضيف لك هواي امور بحياتك. يعني قسم جيد، و يعني قسم يعني شوي بيه صعوبة، يحتاج لحفظ، يحتاج لمثابرة، يحتاج لدراسة. يعني مثل ما تقول. وثاني شيء يعني القسم القانون من ناحية المستقبل بيه يعني هواي يعني بيه هواي امور من ناحيه المستقبل. يعني من تكمل انت عندك هواي فرص بيه، تقدر يعني تمارس يعني اعمال حره، وتقدر هو نفس القسم يعني مهنه المحاماه مهنه حره. نعم. وبنفس الوقت يعني اذا تعيين مثلا، اذا تقدم على معهد عالي يعني عسكريه وغيره، اذا دراسات عليا، اذا مثلا بالمستقبل معهد قضائي، في هواي فرص. والله قسم مرتب. شلونك موسى حبيبي؟ الحمد لله. انت شلونك يوسف حبيبي؟ الله يسلمك. والله هو قسم يعني حلو، كلش حلو، يعني مجالات هواي حلو يعني. بس انت ليش تروح بعيد؟ انه هسه جاي اشوف الطبيب يكمل قانون، الموظف يكمل قانون، يكمل قانون، ضابط يكمل قانون، لان مجال يعني شهاده. انا يعني حتى بدول العالم الحقوق هو اعلى شيء، يعني مو الطب وهاي، بس احنا بالعراق لا الطب. فانه المجال كلش حلو يعني، اللي يريده واللي يتعمق به كلش حلو. يعني مجالات الحياه يتطرق على كل شيء، يعني مثلا سوالف القانونيه بالطب، السوالف القانونيه بالتجاره بالماليه، بكل شيء يعني. مجال حلو حيل. عاشت ايدك. شلونك حبيبي؟ شلونك حبيبي يوسف؟ والله قسم يعني مو سهل هو، ويعتبر يعني اصعب قسم بالادبي خلينا نقول. يعني يراد له قرايه، يراد له يعني تركيز، يراد له فهم. فيعني النصيحه للطلاب انه خليه يقرا يوم بيوم، يمتحن يوم ويا الدكاتره. هاي نصيحتي، لا يستهين باي ماده. منتظر حبيبي يوسف، نفس الكلام. والله هو قسم حلو وبيه هواية تخصصات بالمستقبل، بالقضاة وبالضباط وبالتحقيق وبالمحامي وبوحدات قانونية وشركات أهلية. فنصحه خليه يدخل هذا القسم كلش حلو، بس مثل ما قال أخوي منتظر إنه قسم صعب مو سهل. عاش يديدكم. شلونك حبيبي حمود؟ شلونك؟ زين، صحتك عافيتك؟ الله يسلمك. انصحهم بالقانون، واولا ان تكون عندهم شخصيه قويه. رجل القانون يحتاج شخصيه قويه، يحتاج لباقه بالكلام، يحتاج امكانيه بالحوار، انه يكون عنده سعه صدر يتحمل المقابل. عاشت ايدك. شلونك يوسف؟ الله يسلمك، شلون صحتك؟ الله يسلمك حبيبي. اني مثلا كنت ما احب القانون وما ماخذ ابد اي نظره، بس من داومت وهاي حبيته. والحب لازم بعد يعني ما تخوضه وتدرسه. اي ورا ما تجرب. من ناحيه المستقبل يعني شوف في مستقبل، يعني بي من كل النواحي تقدر تصير بامور هواي، محامي، قاضي، دكتور، حتى مدرس تقدر تصير عادي. معهد عالي عندك. اي اذا واحد يحب يصير عسكريه وهاي يقدر ورا ما يتخرج او واثناء الدراسه. عاشت ايدك. احنا جدا نشكرك حبيبي يوسف. خدمتك يا حبيبي يوسف، الله يحفظك. شنو رايك بالقانون؟ يعني صعب سهل؟ والله هو مجال يعني صعب يعني. شلونك حبيبي الله يسلمك. الصراحة هو بصعوبة يعني ما يقرأ ما يتابع. يعني إذا واحد يتابع ويقرأ ويتابع التزاماته يصير عليه سهل نوعا ما، بس أنا يعني أشوفه فوق المتوسط.
يعني مو كلش هذاك الصعب والمعقد. يعني اذا واحد يركز عليه كلش يعني ويخلي عقله بهيك اختصاص يضبطه. انا بالنسبه لي خايض تجربه قبل القانون، فشفت القانون سهل وحلو لان يفتح لك افاق كثيره بالحياه، افاق تقريبا على مستوى المجتمع وعلى مستوى الدين وعلى مستوى السياسه، فكلش حلوه دراسه القانون وبالعكس سهله وحلوه ومرنه، اكو مواد تستقبلها تهضمها بكل سهوله. تمام. والله الصراحة هو من ناحية سهل، شلون يعني ثقافات عامة بعيدا انه تدرس القانون، وانما شلون ثقافة تتعلم بالحياة، تحكي ويا واحد هاي يفيدك من هاي الناحية. يعني يفيدنا بمواقف تجينا بالحياه، اي شيء يعني نواجهه بقانون. اي يعني مو الواحد يتخذ القانون مهنة مثلا تجيب فلوس، وانما ثقافة بالحياة. جيد. زين، من ناحيه الدراسه شلون يعني خلال فتره الامتحانات تسيطر عليها، ترتب اوقاتك بينها وبين الشغل؟ يعني اكثر طلابنا بالجامعه من يدخلون دائما يرتبطون بالتزام ثاني اللي هو الشغل، يعني شغل ودراسه. اي بالضبط، هو الوقت يعني الوقت موجود بس يحتاج له تنظيم شويه، فانت او غيرك او اي شخص ثاني لازم يرتب، يعني يسوي له جدول ينظم وقته، اذا نظم وقته راح يلحق على كل شيء. وخصوصا قسم القانون يحتاج له قراءه يوميه وتحضير، واكو بيه بحوث مرات، واكو بيه هواي امور تصير وامتحانات وغيره، وكل الاقسام يعني بيها هالامور هاي، بس قسم القانون بيه حفظ اكثر، وهواي عالم تعرف هذا الشيء، فيحتاج له وقت وانت لازم تنظم وقتك بين الشغل وبين الطلعه وبين مثلا اذا امور ثانويه وامور اساسيه وبين الدراسه، لازم تنظم وقتك. احنا جدا نشكرك هيثوم على هاي النصيحه القيمه. يوسف حبيبي. حبيبي هيثم. زين، عندك يعني عمل وانت هسه طالب جامعي؟ اي يعني التزام ثاني؟ اي يعني والله يا يوسف، يعني واحد اذا يريد يقرا خليه يقرا، يعني ساعة باليوم يقرا وشغل باقي، بس انا بصراحة ما اقرا، يعني بالفاينل اخر الاوقات مو بالوقت الضايع. بالفاينل بالهاي احسن. احنا جدا نشكرك حبيبي موسى. تدلل بعجوب حبيبي. زين، عندك التزام ثاني غير الجامعة مثل عمل شيء؟ طبعا اذا كل طالب جامعي عنده عمل، التزام، البيت، يعني خاصة اذا انت كنت الاخ الكبير. نعم. شلون يعني جاي ترتب اوقاتك بين العمل والدراسة؟ مثلا جا الفاينل، نصف فاينل، تصير شوية الاوقات صعبة. الصراحة هسه أنا وقت مقسم، هسه ارجع من الدوام عندي تمرين، ورا التمرين اروح اقضي عندي شغل، ورا الشغل يعني عندي يعني بالساعة بالتسعة فوق التسعة اظل اقرا للوحدة للثنتين، اخلص دروسي، التزاماتي، عندي محاضرات متراكمة اقراها. احنا جدا نشكرك حبيبي محمد، كل التوفيق لك. الله يسلمك، الله يوفقك. عندكم يعني التزام ثاني غير الجامعة، عمل شيء؟ لا والله ما عندك التزام منتظم؟ اي عندي. هو الوقت يترتب حاله حال السادس، يعني انت تسوي لك جدول تلتزم به، مثلا تخصص وقت للنوم، وقت للشغل، وقت للاكل، وقت تقرا به، هيك وتمشي الامور. يعني تنظيم وتترتب. طبعا جدول، انت دائما تسوي جدول بورقه وقلم ولونه، وهاي راح تلتزم به غصبا ما عليك. نشكركم والله يوفقكم ان شاء الله حبيبي. حمودي، عندك التزام ثاني يعني اثناء الجامعه مثل عمل شيء؟ طبعا انا بس داخل الجامعه عندي التزامات داخل البيت، لان شوي عندنا امور بالعائله خاصه فملتزم بيها، ما اقدر انطيها، تعتبر سريه خاصه بي، واكو التزامات اخرى موجوده خلال بعد الدراسه امارسها. يعني عمل طبعا موجوده، اهم شيء الوقت، لازم ترتب وقتك وجدولك، حاول قدر الامكان انه تخلي لك جدول معين على الوقت وتنظم وقتك حتى توافق بين الدراسه وبين العمل. اذا كنت انت انسان لا ابالي فطبيعي راح تخربط عندك الدراسه والعمل، فاذا نظمت وقتك بصوره صحيحه راح تضمن الاثنين، الدراسه والعمل. وانا انصح انه الطالب يكون عنده دراسه وعنده عمل حتى يعتمد على نفسه من البدايه. جزاك الله الف خير. تحت طبعا هذا موسى احسن طالب بالقانون. والله شوفه في الفيديو شلون هذا مش عن جبر، قل له تحركني. لا كوميدي لا تعال يلا ما راح اذكر. عيدها انا قاطحن معلش. اقطع